بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي هتتلعب إن شاء الله بكرة في استاد القاهرة. الأول هنقول لكم على قائمة الأهلي اللي اختارها مارسيل كولر. النهارده اختار لحراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف. الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمود متولي. الوسط مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، رضا سليم، أفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، كريم فؤاد، ديانج. الهجوم محمود كهربا ومودست وسام أبو علي. الأول هنلقي قبل ما نتكلم في التشكيل والحاجات ديت، هنقول إن المباراة الأولى اتلعبت في استاد رادس في تونس يوم السبت اللي فات. المباراة انتهت 0-0، ولكن كان ممكن الأهلي يعمل نتيجة أحسن من كده. المباراة كانت بالنسبة للأهلي يعني بالذات في الشوط الثاني بعد تلت ساعة، حوالي نص ساعة أو ربع ساعة أو تلت ساعة من الشوط الثاني كان ممكن يكسب المباراة. وعلى الأقل لو هو عمل بدري تغييرة قفشة ورضا سليم كان ممكن يكسب المباراة. في النهاية انت جيت برضو بنتيجة مش وحشة، نتيجة كويسة 0-0. انت يعني يكفيك 1-0 في أي وقت تجيبه. سيبك من قصة بقى ان انا اجيب هدف في ربع ساعة الاولى وما جبتش في الاولى بقى في التانية. لا 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 لا، مباراة 90 دقيقة. الفيفا قال لك مباراة 90 دقيقة، يعني لو انت جبت الهدف في الدقيقة 96 مش هيقول لك مش محسوب. يبقى انت تلعب على اللعب الصح وتلعب بهدوء وتقسم المباراة عادي جدا وتوصل للاعيبتك ان انت بتلعب 90 دقيقة. مفيش حاجة اسمها ان انا لو ما جبت في ربع ساعة لا، العب واجتهد وان شاء الله هيجي لك الفرصه في اي وقت تجيب. اهم حاجه تحافظ على نظافه شباك. بالنسبه للتشكيل، عندنا التشكيل هيتكون طبعا مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم. في الباك الشمال انا عندي ليا رأي فيه. انا رأيي يلعب باحمد نبيل كوك. ليه احمد نبيل كوك؟ لان احمد نبيل كوكا لعب المباراة ديت، لعب الموقع ده او المكان ده كتير مع موسيماني، ولعب باك شمال وعنده وبيلعب برجله الشمال. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اصلا هو خط وسط مدافع، يعني انت ممكن تحتاجه لو هو يبتدي يلعب عليك هجمات مرتدة. ممكن لو حبيت توقفه يقف ويدافع كويس لو معاه مهاجم قوي، خاصة ان هو المهاجم اللي عليه سريع وقوي. فدي حاجة. تاني حاجة، ان انت ممكن برضو تغير تغيرات في وسط الملعب في وقت المباراة. يعني ممكن في وقت معين ما الاقيش حد موفق، اروح ساحب مثلا حد من وسط الملعب ومدخل كوكا ومنزل كريم فؤاد، او ممكن انزل اي واحد طاير في اي وقت من المباراة اطيره لقدام. لان انت فرقة الترجي فرقة كويسة وكل حاجة، ولكن فرقة في الاساس هي بتلعب على لعبتين اتنين، مفيش تالت ليهم. هي بيلعب يا على هجمه مرتده يا على كره ثابته. اما بون اللعب والهجوم، يعني تخيل الفرقه دي من دور الثمانيه لحد النهائي ما جابتش غير هدفين، هدف صن داونز في تونس، وهدف صن داونز في جنوب افريقيا. ما بيلعبوش يعني لعبهم لان خبراتهم اللي موجوده في الملعب قليله جدا. انا تخيل انت هم لاعبين 18 نهائي ما فيش غير لعيب واحد عندهم. احنا النهارده عندنا تخيل في الفرقه قد ايه، عندك الشناوي وعندك رامي ربيعه وعندك محمد هاني وعندك اكرم وعندك حسين الشحات ولاعبين غير ال 18، غير الخمس نهائيات المتتاليه ورا بعض 90% من اللعيبه دي لعباها. فانت لازم تبقى عارف ان انت عندك خبرات وعندك في اي وقت ممكن تاخد المباراه. تاني حاجة هنيجي بقى على التشكيل، نكمل التشكيل. يبقى أنا من وجهة نظري نحط كوكا، يبقى شوبير، محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أحمد نبيل كوكا. هو أنا عارف إن هو معظم الوقت هيميل لكريم فؤاد، بس أنا بقول لك وجهة نظري أنا. في وسط الملعب أكرم وإمام عاشور ومروان. في الهجوم حسين الشحات وسام وبيرستاو. محدش يقول لي حد غير دول. يعني حسين الشحات وبيرستاو لازم نقسيم في الملعب في المباراة دي. محدش شاف الدور اللي عملوه في المباراة الأولى، دور تكتيكي، دفاع بحت. يعني كانوا واخدين تعليمات بكده. فما يجيش بقى واحد يقول اصل بيرستاو مش عارف مستواه ايه، اصل حسين الشحات. لا لا لا، دول ما يقعدوش. لعيبه بالخبرات دي وبالمهاره دي وبالوقوف على الكرة ده في ماتش زي ده
ما يقعدوش. وخاصة ايه، انت بتقول لواحد يقول لي العب رضا سليم عشان سرعات، واصلا هيبقى عندك مساحات عشان السرعات. انت عايز اللي يقف على الكورة، مش اللي يجري، مش السرعه. السرعات دي كنت تحتاجها في المباراه الاولى لما هو عايز يجيب فيك جون ففاتح، يبقى انت عايز سرعات وراه. لا، انت دلوقتي عايز اللعيب اللي يقف على الكوره وفي مساحات ضيقه يقدر يرقص واحد واتنين، هو اللي بيفتح المساحه، هو اللي بيجيب المساحه، مش المساحه بتتعمل له. لان هو امتى بقى اخد رضا سليم، او امتى عبد القادر؟ ممكن عبد القادر عشان برضه بيرقص في المساحات الصغيره. ممكن عبد القادر امتى رضا سليم او سليم او السرعات اللي انت بتتكلم او الناس بتتكلم عليها؟ لما اجيب جون خلاص هو اوتوماتيك. وعلى فكره مش الجون الاولاني، هم الترجي هتلعب الجون الاولاني لو جبت فيه جون في الدقيقه الاولى هو هيحافظ على النظام بتاعه، مش هيغير. اصل هو ما عندوش، لو فتح عنده السردباكات بطيئه، وما عندوش السرعات الخلفيه، ومش هيفتح. هو هيمشي على السيستم بتاعه لحد اخر تلت ساعه، اخر ربع ساعه، لما يجازف بقى احتمال يجيب. اما حتى لو جه جون في الدقيقه الاولى مش هيغير. فانت لحد ما يبتدي هو يغير السيستم بتاعه، تروح رامي رضا سليم، رامي احمد عبد القادر، سرعات وترقيص والكلام ده كله. اما ان انت في بدايه المباراه انت عايز لعيب يلعب في المساحات الصغيره، هو مش هيديك المساحه اللي تجري فيها بسرعتك. فين المساحه؟ اذا كان هو حاطط لك بلوك ال 11 لعيب، ال 10 لعيب واقفين قدام المنطقه الجزاء، فين بقى السرعه بقى، وفين الجري، وفين اللي فين؟ ف... فانت لازم تشتغل على كده، لازم تشتغل على لعيب زي حسين الشحات، يرقص واحد على الارض، يرقص اتنين، يشوط، يعمل باص، يعمل ثرو، يعمل كرة عرضية لوسام. دي الحاجات اللي انت محتاجها في اللعيب اللي في المباراة دي. مش محتاج لعيب سرعة، يعني محتاج سرعات في كل وقت محتاج، بس انت اللي محتاج اللي يقف على الكرة اكتر. ليه؟ على اساس ان هو هيفيدك في يفك التكتلات دي. طبعا التغييرات من وجهة نظري المفروض من الدقيقة 60 أو 65 بحد أقصى. يعمل إيه الراجل؟ يبتدي يتكلم، يعمل لو هو كسبان اوتوماتيك هيعمل تغييرات دفاعيه بتاعته. هينزل مثلا واحد زي، لو كان كوكا ما بدأش ينزله، يزود وسط الملعب، ينزل قفشه يمسك كوره، ينزل احمد عبد القادر يرقص ويخش وهكذا. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي. وهتكلم كمان قبل ما اقفل على المؤتمر الصحفي اللي اتكلم فيه الشناوي. الشناوي بيرد على كل الناس اللي عماله تتكلم، بس في حاجه كده في النحو كده، رسائل، استعارات، ففي في حاجات الاستعاره المكنيه اللي كانوا بيقولوا عليها زمان، المعنى القريب الظاهر والمعنى البعيد غير الظاهر. هو عمال يرد على الكلام اللي عمالين يهروا فيه بقى لهم شهر، الشناوي ولا شوبير وده مش عارف، يخلقوا له مشكله او محدش قال. لان سمعت ناس تقول لك احنا صحافه بتنقل خبر، انقل الخبر، بس ما تنقليش واحد زي مدحت شلبي يروح يقول لي قبل الماتش بيومين، يقول لك ده في واحد من الاهلي ماضي في الزمالك. هو ده خبر؟ فين دليلك؟ وعمال تقول لي واحد، مين الواحد ده؟ مين؟ قول لي سين صاد محمد محمود خالد ديانج بتنجان، اي حد، بس قوله بالادله وطلع الورقه. مش تيجي تقول لي انا عندي واحد. طب مين الواحد ده؟ مين؟ قول لي مين الواحد ده يا معلم؟ مفيش. فلازم الناس فالشناوي رد عليهم وعمل رد دليل على انه راجل فاهم، ودليل على انه راجل قائد، وبيقول للناس يا ناس اتقوا الله، ما تخلقش مشكلة، الملعب موجود، كل واحد يبذل على قد ما يقدر في وقت معين. كل الصحف وكل العالم بيتكاتف ورا فرقته. شوف في اوروبا ريال مدريد واقفين ضد مع فريقهم ازاي. بنشوف في المانيا، بنشوف في تونس، في الاعلام التونسي عامل ايه. بنشوف في تونس الاعلام التونسي عامل ايه. شوف الاعلام المغربي عامل ايه مع نهضة بركان، وشايط في الاتحاد الافريقي، وشايط في مصر، وعملوا المخرج وجابوا مخرجين اجانب لمجرد المخرج بتاعنا ما عملش دور بما يرضي الله. فانت النهارده اقفوا جنب فريقكم،
اقفوا جنب الناس. الشناوي طالع النهارده بيوصل رساله، بيقول ان مميش بيقول ان حارس مرمى تونس والترجي وشوبير عملوا حاجات كويسه، وهم معناها ان الراجل عنده ثقه في نفسه، وعنده ثقه ان الراجل اللي معاه يكمل، وده حقيقه لازم ياخد حقه. شوبير عمل حاجه كويسه، بس انا من وجهه نظري واللي قلتها قبل كده وما زلت بقولها، ان شوبير ان الشناوي مجرد ما يكون جاهز هو احق بحراسه مرمى منتخب مصر، وحق بحراسه مرمى النادي الاهلي، لان هو لعيب ما عادش على الدكه لسوء مستواه ولا انخفاض مستواه. ده راجل اتصاب في مباراه لمنتخب مصر وبقاله 4 شهور. اللي بيحصل في العالم كله حق اي حارس مرمى الاساسي بيتصاب يرجع من الاصابه يلعب. شفنا نوير في نهايه في دور قبل النهائي مع ريال مدريد، بالرغم ان اخطا ايه، بس اللاعب يجي على طول يشتغل. شفنا اليسون، شفنا كورتوا، شوف كل الناس كلها معروفه الف ب. ما تجيش تقول لي لعيب، معلش احترام الناس كلها، والشوبير راجل محترم بس مستقبله موجود، وده ابن النادي الاهلي. ياخد وقته وياخد المباريات الكاس وياخد 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 لحد ما يستوي الشناوي، يخلص وقته ويبتدي هو يدوس، وياخد له 10 سنين زي الشناوي يبقى هو اساسي منتخب مصر واساسي النادي الاهلي. بشكركم وبتمنى لكم التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب 2-0. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.